طبعا ده التسلل، وشايفين الراجل ما رفعش رايه لان احمد جعفر بطل جري. نقف بقى عند الحاله دي كتير جدا جدا جدا. وقبل اي حاجه بحيي الكابتن ايمن يونس على قراره انه قال ان الكاميرا خادعه وان الراجل فعلا مش متسلل. والحقيقه الكابتن ايمن يونس كل ما بيقترب عيد ميلاده بيدينا قرارات اكثر من رائعه. وعايز اقول لكم الكابتن ايمن يونس عيد ميلاد يوم 20، ومش هو بس، ده هو كمان واثنين من رموز الكره المصريه، يعني 3 في يوم واحد، كابتن جوهري، كابتن ايمن يونس، وكابتن عماد متعب، مع اختلاف طبعا السنوات. هنشوف، عايزين اللعبه الاصليه الاول عشان نشوف اثناء ما الكره طلعت من قدم علاء علي وهو بيلعب الكوره. طبعا الكاميرا دي خادعه تماما تماما تماما، لانها عامله زي الايام اللي احنا فيها، ايام صيف، رغم ان احنا في عز الشتاء. هنشوف الخط، وفعلا الكابتن ايمن قال لازم يبقى موازي لخط المنتصف. شايفين المساعد واقف فين يا جماعه؟ شايفين الخط ده موازي تماما لخط المنتصف. شايفين خط المنتصف اهو. انا ممكن اعمل خط هيبقى قاطع الملعب وخط خاطئ. ادي الكره طلعت من قدم علاء علي، انا بقول ليه موازي علشان اعرفكم. ادي الخط مره ثانيه ان فعلا الراجل ما كانش متسلل، وان حماده السيد الظهير الايمن كان مغطي في اللعبه دي. ارجع تاني، خط الصح كان ظهر في البدايه. ادي اللعبه دي كده، ادي الراجل متغطي اهو. ليه بقى؟ لان الخط ده هو اللي موازي لخط المنتصف. ده موازي لخط المنتصف، ده اللي هو شايفينه هناك، ده اللي هو نص الملعب بالظبط كده. نفس انا ممكن اعمل خط كده اطلع لكم ان احمد جعفر متسلل، ولكن الخط ده غير سليم بالمره، لان الخط ده يقطع الملعب بطريقه عكسيه. لو عملت الخط كده ادي احمد جعفر متسلل، شايفين يا جماعه؟ ولكن الخط ده غير مظبوط، غير مظبوط بالمره. ليه؟ لانه غير موازي لخط المنتصف. ازاي نقيس على خط المنتصف؟ لان الكاميرا دي خادعه. قلت لكم احنا دلوقتي في خط ايام نص الملعب الحكم الفيصل بالظبط. والمساعد يا كابتن واقف في مكان رائع رائع رائع. ده موازي تماما تماما لخط المنتصف. شايفين يا جماعه خط المنتصف؟ لو نمشي هيبقى عاملين الخطين متوازيين على بعض تماما. وفعلا حماده السيد مغطي احمد جعفر، وقرار رائع بحيي عليه المساعد الثاني احمد حلمي بقدم، لانه واقف على نفس الخط الوهمي. فعلا قرار صحيح 100%. والكره احمد جعفر بيعمل هدف صحيح، مساعدين كتير قوي بيقعوا باينه قوي من غير خطوط كمان. بحيي المساعد الثاني احمد حلمي، وبحيي كابتن ايمن يونس على قراره. وطبعا بقول هارد لك للكابتن محمد عامر، لانه طبعا من اول وهله اي حد هيبص على التلفزيون هيقول لك متسلل متسلل. شايفين احمد جعفر عبال ما خد الستارت، على فكره احمد جعفر مش سبرنتر، يعني الطلعه بتاعته بطيئه شويه عبال ما بيفتح ويجري. وهو كان حماده السيد مغطيه في اللقطه اللي فاتت دي، وهدف صحيح وشرعي لنادي الزمالك. بعد كده كان في تسلل على مهاجمي المقاولون في الوقت بدل الضايع. والحقيقه الاثنين مساعدين كانوا النهارده اكثر من رائعين. كابتن فاروق برضو عمل